من حيث لا تدري. ليه؟ لانهم مش عايزين حد يكلمهم. ليه؟ لانهم في الاول وفي الاخر انا في رايي ما يهمهمش السينما المصريه. ليه؟ لان الشركات الكبيره اللي جت تنتج هنا شركات عربيه اصلا. انا مش ضد العرب، ولكن انا بقول كنظام وكان انا شايف اللي بينتج لمن العرب ما يهموش السينما. هم بقوا المنتجين في الشركات اللي موجوده، هم اللي بيوزعوا وهم اصحاب السينمات. يعني في اي حركه في اي واحده من دول ممكن يعطل لك الفيلم الجاي عشان ينزل حاجته او ما ينزلهاش، او يعطل فيلم او يقضي على فيلم ينزله يوم ويشيله من السينما ويقول لك لا ده ما جابش تم. وده بيحصل حاجات زي فده انا في رايي حاجه اسمها احتكار. زائد حاجه ثانيه ان لما يعمل فيلم وما نجحش عنده هو فرق معاه ايه؟ طب ما انا هجيب الفيلم ده هذيع على الفضائيه بتاعتي بتاعت افلام، واجيب الاغنيه اللي في الفيلم واروح قاطعها وحاططها في مزيكا واحط الحته النقطه ولا مش عارف ايه في اضحك مع في برضه الكوميدي بتاعي. بقيت حاطط الفيلم في 3 4 قنوات بحط عليهم شويه اعلانات، جبت فلوسي ومش مهم بقى الفيلم ده مصري، الفيلم ده هياخد جوائز، الفيلم ده في مين، كل ده مش مهم. هم بالنسبه لهم وده ما اقدرش الومهم فيه، هم عايزين مكسب بيزنس. انما انت بقى فين مش مهم. وده انا بنادي بيه دلوقتي اكيد 100% ان مش لازم يبقى في احتكار. مش لازم يبقى في احتكار. يعني مع الاسف احنا وصلنا ان كل سنه دلوقتي في مهرجان القاهره السينمائي بنقدر ندلل على فيلم لغايه ما حد منهم يتطوع ويقول لك طب خدوا الفيلم ده من عندي. وبعدين كمان حضرتك بمناسبه مهرجان السينما فيلم الفنانين الكبار. يعني انا كنت في حفل الاختتام بتاعت مهرجان الشركات اللي قبليه، فين الكبار؟ فين نجوم الصف الاول؟ ما هو يا فندم لما يبقى في انا اسف جدا نجوم الصف الاول اللي انت حضرتك بتقول عليهم ما بقوش يشتغلوا في السينما. انت السينما عندك مين نجوم الصف الاول؟ مين؟ اسماء هم النجوم هم دلوقتي على عيني وعلى راسي، بس بالمقارنه باللي كانوا موجودين من 7 سنين فاتوا ولا 8 سنين فاتوا مش نجوم ولا حاجه. طبعا لا يعني اليوم فيهم النهارده بيطلع في يوم صح في يوم. وده عايز اقول لحضرتك فيه وده طبعا في المقابله اكيد بتتكلموا في الموضوع ده. النهارده بقى في فنان مش دارس وملوش اي علاقه باي حاجه، وممكن يكون كمان مش موهوب وما عندوش المؤهلات وما عندوش الامكانيات. النهارده بقى بيركب على الفنان الدارس المجتهد، فدي هل ده يبقى فيه مثلا ستار ميكنج، يعني حد يبقى عايز يعمل نجم معين؟ ما انا في النقابه برضو انا قلت له لما حصل المشكله بتاعت الممثلين العرب السنه اللي فاتت، وقالوا يعني مين ممثلين وفين الوجوه الجديده وانتوا بترضوا على النجوم الجديده وانتوا مش عارف ايه، ما تعملوا زي زمان. زمان كانت مصر ام الدنيا واخده كل الفنانين في حضنها والسينما وقفت على فنانين اجانب عرب. وقلت لهم صح، السوريين كانوا موجودين، كان في طلاينه، كان في جريك، كان في كل ده ابتدت بيه السينما. ولكن زمان ما كانش فيه غير مصر، فمحدش يقول لي اشمعنى كانوا بيجوا عندنا لان مصر كانت رايده في المجال ده، ما كانش فيه سينما في الشارع، ما كانش فيه غيرنا. النهارده انتوا بقى بتقولوا لي اعمل زي زمان، لا اعملوا انتوا زي زمان. انتوا عاوزين تطلعوا نجوم، انا عاوز اللي يطلع نجوم ما دام انتم منتجين كبار، اللي يطلع نجم بقى من عندكم يجيب لي عروض ل5 أفلام لل5 سنين الجايين. اهو كده انا اضمن انك انت شايف ده نجم وبتطلعه في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لغايه ما تخليه نجم وبعدين تقول له اتفضل. بالظبط كده، احنا كده نعتبر بنحل المشكله. انما هم مش عارفين كده، هم عاوزين ان يجي للنجوم بتوع النهارده ودول جم اشتكوا لنا، يجوا يقول له انا هعمل لك نجم وانا هعمل لك مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه، وخد 1000 جنيه. في ناس قلنا قالوا لنا يا اخوانا احنا عملنا بطولات افلام وعلشان الدعايه دفعنا فلوس احنا عشان نعمل دعايه لافلامنا. طبعا فنرجع نقول احنا ما عندناش النظره العامه، كل واحد باصص لنفسه وبس. المفروض ان احنا نعرف
واللي المفروض انا في رايي ان الدوله هي اللي تعرف في اي اتجاه احنا عاوزين نمشي. ما تقوليش ان مثلا اساس الدوله ماشي في اتجاه راسمالي وتلاقي افلام عن الشيوعيه ولا مش عارف، ده ما يمشيش مع ده. فاهم قصدي؟ لازم يبقى الدوله بتقول احنا في خلال ال5 سنين الجايين احنا عاوزين البطاله او عاوزين مثلا التعداد السكاني وعاوزين مش عارف ايه والتعليم والصحه. تقول السينما والتلفزيون والبتاع مركزين على ده علشان توصل الرساله اللي اصلا الحكومه عاوزاها، فالناس تفهم وتبتدي تستوعب وتبتدي تاخد الجرعه. زي ما هيبقى يبقى في نظام ونبقى كلنا وليه واحده وبنعمل. انما ده ما فيش. كل واحد ما زلنا كل واحد فينا كمؤسسه بيدور على مصلحته، وافراد بيدور برضه على مصلحه اي حاجه ثانيه. انا عايز اخد مع حضرتك من الفن ومن النقابه. انا عارف ان انت بتحب، لا مش الكوره دلوقتي، انا عارف ان حضرتك بتحب مصر بما فيها. حد ما بيحبش مصر؟ لا بس انا عارف ان انت ليك نظره وليك نظره سياسيه مختلفه شويه وبتحب البلد وليك فكر، لكن لا تلاقي اي حد بيتكلم. انت حضرتك واحد من الناس اللي عندهم فكر. فانا كان في موضوع شاغلني كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيه، موضوع ان البرامج اللي بقت مستورده على الفضائيات البرامج المصريه اللي بقت بتنشر فضايحنا في كل حته. على سبيل المثال العاشرة مساء، القاهره اليوم، دي برامج تحترم واللي فيهم اساتذه وكل حاجه، ولكن هل الصح ان احنا نبقى بنفضح نفسنا قدام العالم كله وبنوري السلبيات وبنخفي او على يعني مش ماشيين مع بعض، بنوري سلبيات 100% سلبيات و1% ايجابيات؟ انا عاوز اقول لك حاجه، احنا مع الاسف لان التقدم بيتم ببطء. انت لما تيجي العماره عاوز تهدها سهل قوي، جيب بولدوزر يخبط الاساسات من تحت هتلاقي العماره دي كلها وقعت. انما عشان تبني عماره يعني تقدر تهد عماره في يوم، وعشان تبني عماره لازم على الاقل سنه. بالظبط. فده اللي حصل عندنا. انتوا جيل مع الاسف ما شافش اوحش مرحله فيك يا مصر، اللي هو كان بيحصل العكس بقى. كان تلاقي البلد ما فيهاش حاجه، انما كل الناس يا سلام والوزير ده تمام والرئيس بتاعنا احسن رئيس ومصر ام الدنيا ومقاطعين العالم كله واحنا الاشتراكيه واحنا يعني في حاجه الشعب ده باصص لها. ده 67 كل ده اتحطم، بقينا شعب مهزوم مش عارف يعمل ايه، قياداته مش واثق فيها، مشاكل كتير قوي. وكنت تسمع هنشوف. انت النهارده بترفع سماعه التليفون بتكلم العالم كله. انا جاي ايام في سنك انت كنت ارفع سماعه التليفون مش عارف اكلم جدتي، اروح قافل التليفون ورايح لا جنبنا في نفس الدور، ما اقدرش اكلمها في التليفون، اروح اخبط على بيتها عشان اقول لها يا مامينا والنبي عاوزين الاكل يتغرق تعالي كلي معانا مثلا. انتوا مش حاسين بالبتاع. احنا مصر تقدمت عن السنين اللي فاتت في حاجات كتير قوي، ولكن مع الاسف احنا كنا زمان 30 مليون، النهارده بقينا 80 مليون، بكره هنبقى 100 مليون، ومحدش بيعمل فعلا على الحكايه دي. ما ابتديناش نسمعها غير لما سياده الرئيس قال التعداد السكاني خطر، ابتدينا نسمع. احنا في حاجات كتير قوي لازم تتغير فينا. يعني لازم يتغير مثلا ان الوزير بيطلع يقول لك انا حسب تعليمات السيد الرئيس. طبعا السيد الرئيس على عيني وعلى راسي، ولكن هل انت